سمعتوا بأصعب قصيدة في اللغة العربية؟ ومن هو الشاعر؟ الشاعر هو شاعر كندي من أهل اليمن واسمه امرؤ القيس. معروف امرؤ القيس يحب ليلى، أو بالأصح يعشق ليلى، معشوقته ليلى. وعلى كلام العرب أنه كان يعشق ليلى عشق جنون، وصل لحد الجنون فما بعده. كان يحبها حب، ولكن في النهاية لم يتزوجها. لا أعرف إيش الأسباب، ما تطرقت لهذا الشيء، بس إني أنا ركزت على قصيدته. قصيدته تعتبر من أصعب القصائد في اللغة العربية. قصيدة طويلة وعريضة، بس أنا ما حفظتها كلها، أنا حفظت من النص للنهاية. وكلمات القصيدة وهي: فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي، من اللي من الدنيا من الناس بالجمل، ألا لا ألا إلا لآلاء لابث، ولا لا ألا إلا لآلاء من رحل، فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم، قطعت الفيا في والمهامها لم أمل، وكاف وكف كاف وكفي بكفها، وكاف كفوف الوثق من كفها انهمل، فلولو ولولو ثم لولو ولو ولو، لنا دار سلمى كنت أول من وصل، وعن وعن ثم عن وعن، أسائل عنها كل من سار وارتحل، وفيفي وفيفي ثم فيفي وفي وجنتي سلمى أقبل لم أمل، وسلسل وسلسل ثم سلسل وسل دار سلمى والربوع فكم أسل، وشنصل ثم شنصل عشنصل، على حاجبي سلمى يزين مع المقل، حجازية العينين مكية الحشا، عراقية الأطراف رومية الكفل، تهامية الأبدان عبسية اللمى، خزاعية الأسنام ذرية القبل، وقلت لها أي القبائل تنسبي، لعلي بين الناس في الشعر كي أسد، فقالت أنا كندية عربية، فقلت لها حاشا وكلا وهل وبل، فقالت أنا رومية عجمية، فقلت لها وارخيص بباخوش من قزل.